مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا الليلة للاحتفاء والاحتفال برواية بلاد جان للكاتب المبدع والدبلوماسي الراقي الكاتب أحمد فريد المرسي، من إصدار بيت الحكمة للثقافة، الدار النشر اللي حقيقي بتقدم لنا كل ما هو مختلف ومتنوع، سواء فيكشن أو نون فيكشن أو إصدارات للناشئة ومترجمات. سعيدة جدا أني أكون في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المعرض اللي حقيقي القاهرة بتضفي عليه الكثير من ألقها وجمالها وحضارتها. الكاتب أحمد فريد المرسي دي ثاني إصداراته، وكان ليا شرف أن أنا قرأت الرواية الأولى منذ حوالي عام، رواية منروفيا، وهي أيضا صادرة عن بيت الحكمة. بصفة عمله كدبلوماسي في أفريقيا، عاش هناك وشاف أجواء مختلفة، بلاد وثقافات مختلفة عنا، أثرت فيه باعتباره كاتب وقارئ في المقام الأول، وحب يخرج أفكاره دي على الورق وينشرها لنا، وده طبعا من حسن حظنا. الرواية بدون حرق يعني هي بتحكي عن شخص مصري بيشتغل مراسل عسكري، والظروف هتخليه يتنقل في عدة بلدان حول العالم، وهينتهي بيه الحال في أبيجان في ساحل العاج. وبنرى من خلال الشخصية دي وشخصيات أخرى في الرواية عرب وجنسيات مختلفة عايشة هناك، ازاي ان القارة السمراء، القارة الجميلة الأخاذة والمظلومة دايما، ازاي ان في استعمار من نوع جديد نقدر نقول، وفي طمع في ثرواتها، وازاي هي بتأثر على كل الجنسيات اللي عايشة فيها دي. ألف ألف مبروك. الله يبارك الرواية أي رواية متميزة جدا. تسلمي. أنا حابة أعرف من حضرتك في الأول، دي تاني روايتك عن أفريقيا، فممكن حضرتك تقول لنا إيه الثقافات والأجواء المختلفة اللي شفتها هناك واللي أثرت فيك، اللي خلتك تكتب عنها، الاضطرابات برضو والحروب وكل ده، ولا هي التجربة الشخصية والمعايشة؟ ده شغال؟ اتفضل. اولا مساء الخير، ومتشكر جدا دكتوره غاده على التقديم الجميل ده. اسمحوا لي او تسمحي لي بقى قبل ما ابتدي ان انا اشكر الدكتور اسامه على موافقته على مناقشه العمل النهارده. اسامه زميل دراسه وصديق عزيز، وبعتز بانه احد اهم كتاب مصر في المرحله الحاليه. برضو يعني أنا مش عارف أقدم السفير طارق يوسف إزاي، لكن هو سفيرنا الحالي في تشاد، ورفيق الرحلة الدبلوماسية الطويلة، ورفيق الحرب والسلام. يعني أتمنى إن هو يعني يقدر قد إيه أنا سعيد وممتن جدا لوجوده معانا، خاصة إن هو لسه نازل مصر اجازه امبارح، ووافق ان هو يحضر معانا هذه المناقشه، فانا ممتن جدا سياده السفير. اسمحي لي برضو ان انا ارحب بالدكتور احمد السعيد رئيس الدار. والحقيقه بيت الحكمه مش مجرد دار ان انا بنشر معاها بس، لا دي اسره تانية، سواء احمد السعيد وعلي تحت السيطره فين اهو وعلي قطب وعمرو مغيث، طبعا مجموعه هايله في هذه الدار. بمتن ليكم جدا ومتشكر ان انتم بترعوا هذه التجربه وواقفين وراها. طبعا يعني ما اقدرش ابقى قاعد في مكان وسياده مساعد وزير الخارجيه ياسر شعبان للشؤون الثقافيه قاعد، وما اقدرش ارحب بيه استاذي ومعلمي ورئيسي في العمل. متشكر جدا يا فندم لحضورك النهارده. طبعا دفعتي وحبايبي السفير باسم، السفير وليد، السفير كريم، محمد بيه عبد القادر، السفير عبد اللطيف اللايح اللي قاعد بعيد عنهم، دكتوره رنا، انجي، آية. متشكر جدا جدا لحضوركم وكل الاصدقاء اللي حاضرين. الحقيقه التجربه في افريقيا هي تجربه ثريه جدا، ليست مجرد تجربة معايشة على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولكنها تجربة إنسانية في المقام الأول. أفريقيا قارة عذراء، قارة تحمل من الهموم والشجن ما يثير مشاعر أي شخص عنده ضمير في هذا العالم.
لأن الإنسان الأفريقي معاناته معاناة واضحة للعيان، ولكن من يستطيع أن يشعر بهذا الإنسان هو الإنسان الحقيقي في هذا العالم. رفيق التجربة العظيمة في أفريقيا، أو أحد رفقاء التجربة العظيمة في أفريقيا، السفير طارق يوسف، يقدر يقول لك قد إيه الإنسان الأفريقي إنسان بسيط مكافح قادر على إنه يتحدى ظروفه بأقل الإمكانات. والحقيقة هو ده المحرك الأساسي للكتابة، هو التجربة الإنسانية في هذا المجتمع الأفريقي. دكتور أسامة السعيد، الصحفي البارز والكاتب والروائي المتميز، حضرتك قرأت الرواية، وطبعا حضرتك بحكم عملك مطلع على كل الظروف والمستجدات في أفريقيا سواء زمان أو حديثا دلوقتي. حضرتك شايف الرواية من منظور الصحافة الحقائق الموجودة سواء السياسية والاجتماعية مع القصة المتخيلة اللي ماشية، التوازن ده شفته ازاي بعين صحفية؟ يعني احنا بشكر السفير احمد فريد الحقيقه على انه جمع كل هذه الكوكبه النهارده. سعيد بوجودي منكم، وبشكره الحقيقه مش بس عشان التقييم النهارده، لكن علشان الاستمتاع بحاله الشعور المتنامي بحاله روائيه وحاله انسانيه كبيره في الروايه. ودي الحقيقه كمان دي تاني روايه اقراها له، فكان ليا حظ كمان. فالمشروع الروائي كله من بدايته انا معايش ليه ومعجب بيه الحقيقه، وفي حاجات كتيره جدا نقدر نتكلم عنها. سؤال حضرتك مهم جدا. اولا بيفتح باب لسؤال كبير، هو الادب تجسيد للواقع ولا اعاده بناء للواقع؟ انا بعتقد انه اعاده بناء للواقع. مش بالضروره العمل الادبي لابد ان نحاسبه بمعايير الواقعيه او بمعايير الصحافه، بمعايير دقه المعلومات. مش بالضروره بلاد جان هي بتتكلم على كوت ديفوار، ولا بتتكلم على سيرفينيتشي، ولا بتتكلم على هذا الشخص البطل الروايه. مش بالضروره هو يكون موجود في الواقع، لكن بالتاكيد الروايه عملت لنا حاله من الايهام بالواقع. وانا بعتقد ان ده نجاح للروايه، انه يخليني مقتنع انه بشوف عالم واقعي، لكنه في النهايه ما بيفقدش ادواته الروائيه. الحقيقه يعني هتكلم بقى عن روائي احمد فريد وليس دبلوماسي احمد فريد، وهتكلم من خلال قراءتي للروايتين. الحقيقه هو مشغول جدا بحاجه مهمه انا اعتقد انها بتميز الروايتين وظهرت بشكل كبير في بلاد جان، الفضاء المكاني للروايه. الحقيقه هو استغل خبرته الدبلوماسيه، استغل اسفاره ورحلاته في انه يصنع لنا فضاء مكاني مختلف عن كتير من الروايات اللي بنشوفها متكرره. يعني لو عملنا مسح لعدد كبير من الروايات سواء القديمه او الحديثه، هنلاقينا بندور في خريطه ضيقه. بنتكلم على اوروبا، بنتكلم على مصر، بنتكلم على الوطن العربي. لكن فكره البحث عن افريقيا، او فكره انه ينقل القارئ المصري والقارئ العربي لقلب افريقيا، ومش قلب افريقيا المعتاد، لا احنا بنتكلم سواء مونروفيا او بنتكلم على ابيجان في روايه بلاد جان، احنا بنتكلم على الجانب الخفي من هذه العواصم. احنا مش بنتكلم على روائي بياخدنا في جوله سياحيه، لا ده بياخدنا في اعماق هذه المدن، بنرى الوجه الذي لا يرى عاده في الاعلام ولا يرى في الامور الظاهريه. بنرى عالم العنف، عالم الاستغلال، عالم صناعه يعني انا اسف استخدم التعبير اسمحوا لي، صناعه العاهرات حتى، يعني وصناعه جرد البشر كيف تصنع في افريقيا. حتى شخصيات الروايه بتنم عن ده. يعني هنلاقي مثلا حتى في الروايتين نفس شخصيه الشخص الاوروبي المستغل، كلاوس في مونروفيا وكليمنت في بلاد جان، نفس الشخصيه. فاحنا بنشوف عالم روائي لكنه غير منبت الاصل عن الواقع، وفي نفس الوقت لا تفقدي المتعه وانت تقراي هذا العمل، بتكتشفي العالم بعيون حد عاشه، لكنه في النهايه لا يسقط في فخ التفاصيل ولا يفقد ادواته الروائيه. بالعكس انا بعتقد انه من سيقرا الروايه سيستمتع ادبيا في المقام الاول وسيستفيد فكريا في المقام الثاني. لكن طبعا احنا لا نستطيع ان نحاسب الروائي
الا على المتعه الادبيه التي يقدمها، وانا بعتقد انه احمد فريد نجح نجاحا كبيرا في هذا الامر. لا تماما طبعا، والتوازن ما بين الحقائق وما بين الخيال جميل جدا. سعادة السفير طارق يوسف، حضرتك اشتغلت في أبيجان فترة طويلة يمكن أكتر من سعادة السفير أحمد، وإحنا عايزين نعرف بقى بعد قراءة الرواية هل قدر فعلا إنه ينقل البلد زي ما حضرتك عشتها زي ما هي كده في الرواية، هي دي حقيقية إلى حد كبير ولا شفتها إزاي؟ والله أنا عايز أشكر أحمد على إن هو خلاني أشترك معاك في هذه المناسبة. مدرك إن أغلبنا ما يعرفش الشعب المصري بشكل عام ما يعرفش قربوا بس قربوا او مشاكلها او الحاجات اللي ست بتحكيها عن الاستعمار تاثيره ايه او شكله ايه، الكلام اللي بيتقال بشكل عام ان الناس تفاصيلها ما بتشوفوش. واعتقد الروايه عكست جزء كبير من الكلام ده. احنا طبعا عاصرنا البلد هناك في هذا التوقيت. انا تواجدت هناك قبل الحرب واستقرينا ابتدت الحرب هناك وشفناها بتبتدي ازاي وتستمر ازاي. الاحداث بتاعت الهجوم على الكتيبه الفرنسيه دي احداث حقيقيه. في حالة عداء في المجتمع للاستعمار بشكل عام بينعكس في التفاصيل بتاعت الرواية. هي الحرب في أبيجان كانت في سبتمبر 2002 واستمرت أكثر من 8-9 سنين بعدين. احنا قضينا 4 سنين في الأول وكان 4 سنين يعني فيهم تجارب كتيرة. وكان هدف المواطن الإجوالي بشكل عام هو التخلص من الاستعمار، يعني سواء إنه عايز يهاجم الكتيبة في الجزء بتاع نوفمبر 2004 اللي في الرواية لما حبوا يهاجموا على الكتيبة الفرنساوي وازاي القوات الفرنسية بتمنعهم، وتفاصيل كتيرة من هذا السياق داخل الرواية بنتكلم عنها يعني. فأعتقد إنه عكس جزء كبير من غير ما يبقى الموضوع يخرجه بره الطابع النثري. يعني طبعا أكتر من كده هيبقى جزء منه إيه تاريخ. إنما هو حافظ على الطابع النثري، حط قدر معين من الخبرات الموجودة وعكس طبيعة الاستعمار وطريقة الشعب وهو بيعاني مع فرنسا. حضرتك سبت ساحل عاج من قد ايه؟ 18 سنة. طيب مع قراءة الرواية حسيت انك رجعت ليها تاني؟ طبعا هو استغل احداث كتير هو عاصرها هناك، يعني هو عكس مواقف كتيرة في الرواية، حاجات هو بنفسه عاشها هناك. يعني هو نقدر نقول احمد هو البطل الحقيقي في الرواية. يعني مش كلها طبعا، هو لازم يبقى في تغيير درامي ماشي. هو شاف حاجات على ناس. عمر ده شخصية حقيقية. في حاجات كتير في الرواية. في شخصيات محتاجين نعرف اذا كانت حقيقية فعلا. أرجوك لا أرجوك لا. خارج الندوة بقى. ايوه يعني سيادتك يا استاذ نبيل هو فعلا الشخصية اللي حضرتك سألتنا عليها برضه دي شخصية حقيقية، شخصية مصرية. وكان كتير من المصريين بعد حرب الخليج الأولى، حرب الخليج العراق إيران مش الكويت، هاجروا ترانزيت كده لقبرص ومنه بعد كده مناطق كتيرة في أفريقيا. وناس كتير منهم كانوا بيشتغلوا في مجال الترفيه خلينا نقول كده، وفتحوا مطاعم وفتحوا ملاهي، وكان في جزء جالية كبير بهذا الشكل. هنرجع لحضرتك في تفاصيل تانية بعد شوية. سعادة السفير أحمد، حضرتك اخترت الشكل السردي للرواية في 3 فصول ب3 رسائل، رسائل إلى دستان، حوارات مع دستان، ووداعا دستان. ودستان هو الطبيب النفسي الفرنسي اللي كان بيلجأ له وقت ما كان في فرنسا يعني العلاج من مشاكل نفسية في الطفولة والنشأة أثرت فيه بعد كده زي ما هنشوف في الرواية. فكرة الرسائل دي حضرتك شفت إن هي نجحت في إن هي توصل لنا أفكاره ومشاعره والاضطراب اللي فيها، هل كان في شكل آخر للبناء الرواية غير شكل الرسائل ده؟ يعني هو لا الحقيقة ما فكرتش في شكل آخر. يعني الاستراكشر من ساعة ما حطيته ما اتغيرش كتير. هو تقدري تقولي انه يعني اختيار دستان وطبيب نفسي او اللي هو فكرة هي الرسائل الى الغرب بالمعنى الرمزي. فدستان هو يمثل قيمة، وكونه طبيب نفسي اللي هو بيحاول يساعد، لكن في النهاية هل بيساعد او لا، هي نظرة الغرب لينا ان احنا ناس محتاجة المساعدة، ولا ينظروا لنا على اننا الناس على قدر المساواة.
فكان اختيار ديستان يعني بشكل رمزي اكتر من كونه الشخصيه الطبيب المعالج. وكأنه بيتكلم مع الغرب، وجهة النظر الغربية في الأفكار. مظبوط. وده لو تلاحظي ان هو خاصة في الفصل الثاني لما بيتكلم بقى بشكل مباشر معاه، اللي هي الفصل بتاع حوارات ديستان، في نقاشات على مستوى فكري وعلى مستوى سياسي وعلى مستوى ثقافي مباشرة ما بين الاثنين يعني. عن الاستعمار وعن الاستعمار اللي وعن حصلت السياسة والانحياز والكلب مكيالين وكل هذه الأمور. طيب، دكتور أسامة السعيد، عادة أنا بسأل السؤال ده للكاتب، بس حضرتك طبعا أحب أعرف وجهة نظرك. طبعا حضرتك كتبت القصة القصيرة والرواية وقارئ طبعا مهم، فشايف ازاي فكرة اختيار الراوي العليم، التحدث على لسان الراوي العليم أو ضمير المتكلم في الرواية هنا، وحضرتك شايفها يعني ازاي؟ ولو انت بتكتب كنت استعملت حاجة تانية ولا كان هيبقى بنفس الأسلوب ده؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا وبشكر حضرتك عليه، لأنه بالفعل ده يمكن من التعليقات اللي أنا كنت مسجلها عن الرواية. يمكن أستاذ أحمد مصمم أو متمسك بفكرة الراوي العليم في الروايتين. ويمكن أنا لو مكانه حقيقي كنت هكتب الرواية دي بتكنيك مختلف. أولاً كنت هكتبها بصيغة أو عايز أسمع أصوات مختلفة، بمعنى يعني شخصية زي شخصية سراج، شخصية سريعة جدا فيها تحولات كبيرة، ما كنتش أحب أسمعها على لسان الراوي العليم. كنت أحب هو يتكلم عن نفسه، خاصة إنه عنده كتير يقوله وعنده كتير يكشفه. أعتقد الراوي العليم بيقيد حرية الكاتب في تناول هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالاستبطان الداخلي. فدي مسألة أنا كنت أعتقد شخصية رجاء مثلا شخصية برضه مثيرة جدا مليانة تفاصيل كتير، شخصية الأم. وأعتقد إنه هو طبعا ده حرية الكاتب، ما نقدرش نقول رؤيته صح أو غلط يعني. لكن هو استخدم الأداة بشكل ناجح جدا، يعني عشان بس ما لا يفهم إنه ده لا، هو استخدم الراوي العليم ووظفه توظيف سليم جدا. ما حسيتش إنه في حاجات ناقصة قد ما حسيت إنه كنت محتاج أكتر. فبالذات الشخصيات اللي فيها بعد نفسي في بعض الأحيان خفي، شخصية رجاء، شخصية سراج، شخصية الأم. أنا أعتقد إن شخصية الأم كانت محتاجة تبقى صوت منفرد في الرواية. صوتها هي. وكنت محتاج برضه ممكن المزج ما بين الاثنين، يعني في روايات كتير بتمزج ما بين الراوي العليم والثابت على لسان الشخصية نفسها. أعتقد إن كان ممكن تنوع الأصوات في الرواية، لكن في النهاية إحنا لا نملك غير إن إحنا نستمتع بالعمل كما هو. لكن أنا يعني وأنا قاعد أقرأ الرواية، الحقيقة أنا لو هكتبها النهاردة هكتبها بصيغة على لسان الأبطال. على لسان الأبطال. أنا ما عرضتش الأسئلة على دكتور أسامة، وسعيدة إن إحنا تلاقينا في النقطة دي. لسه بس السؤال ينم عن يعني غصتي في الرواية بشكل. هو ده دايما بيشغلني لما يكون في أبعاد نفسية كتيرة، بقول طب هو الأحسن يتكلم بصيغة الراوي العليم ولا على لسان الشخصية؟ أنا أعتقد إن على لسان الشخصية خاصة الحقيقة هو فعلا عمل رسم للشخصيات بارع جدا. حقيقي. يعني الحقيقة الرواية إذا جاز لينا إن إحنا نوصفها هي متحف شخصيات، هي مليئة بشخصيات. وأعتقد إنه هو أجاد البناء النفسي لشخصياته، لكن ربما لو كان السرد على لسان الأبطال أنا أعتقد كان يبقى أكثر تأثيرا. كمان يعني اتصالا بموضوع ديستان، أنا كنت أتمنى إنه ديستان مش شخصية مؤثرة، هو استخدمه كظل باهت بيحكي لي. لكن أعتقد إنه مثلا الرسائل لأمه مثلا كان جزء مؤثر جدا، يعني كان ممكن برضه يستغل بدل الطبيب النفسي، لأنه في النهاية أنت مع الطبيب النفسي في حاجز، انما مع الام ربما التاثير ده في الروايه الثالثه. انا كنت هتساءل بس هرجع لك بقى لحضرتك في السؤال ده تاني. سعاده السفير، لما قريت مانروفيا طبعا اكتر مشهد كان موتر بالنسبه لي جدا، ومشاهد ورا بعض هي حصار السفاره، وان هم قاعدين جوه مش المؤن بتخلص ومش عارفين هيعملوا ايه وهيهربوا ازاي والقصف شغال وكده، فده كان يعني من اكتر الحاجات المؤثره في مانروفيا. هنا بقى في الروايه دي ايه اكتر مشهد شفته حضرتك مؤثر جدا وحقيقي جدا عايشته؟ لا انا هتفق مع سيادتك، المشهد
المشهد ده كمان من المشاهد الحقيقيه يعني وكان الواقع ساعتها ان هو في ما يقدر ب 10000 مواطن بيحاولوا يعدوا كوبري، هو كوبري احد كوبريين في العاصمه على بحيره. لا ممكن حضرتك تقرب المايك شويه؟ وكانوا بيحاولوا يعدوا عشان يهاجموا الكتيبه الفرنسيه ناحيه الفرنساويين. ادركوا ان عندهم مشكله كبيره لان المدنيين دول لو وصلوا لسور الكتيبه لو قتلوهم بقى مذبحه، ولو سابوهم يقتحموا بقت مشكله كبيره، الكتيبه راحت. فاوجدوا حل لطيف جدا عسكري، يعني قدروا يوقفوهم ما يعدوش الكوبري من غير ما حد يموت. والناس دي ابتدت تلاقي نفسها متمركزه بالساعات والايام وما عرفتش تعدي، فابتدت عمليات سلب ونهب طبعا بتحصل، مش كلها، في بعض الناس في النص. ده خلى الناس جوه المبنى جوه السفاره الناس ما قدرتش تتحرك. اعتقد احنا يوميها نزلنا قفلنا البيبان كميه كبيره من البورسلين موجوده في مخازن شركه النصر عشان ما حدش يطلع في المنور. بورسلين ازاي؟ لا مش كراتين اللي ورفعنا الاسانسيرات لاخر دور في ال 17 بحيث مش في اسانسير تحت، المره كلها انعزلت ما حدش دلوقتي. يعني مرة النص حقيقية دي مرة النص حقيقية. السفارة كانت اخر دور. فهي من اكثر المشاهد وقعدنا على كده فترة كبيرة، يعني كان اول انفرادة ممكن بعد اكثر من يوم ونص. الناس طبعا اتحبست، مفيش اكل، السفارة مش مؤهلة، مش مجهزة الاكل. الناس اتحصرت لغاية ما نزلنا نلاقي محل فتح واشترينا عيش في سوق سودا يعني. هي مشاهد حقيقية مش وعلا كانت مشاهد كانت صعبة، تجربة صعبة جدا يعني، ومش عارفة عديتوا منها ازاي يعني. ربنا ما يعيدش الايام دي تاني على اي حد. بذكاء طارق يوسف على فكرة. طبعا هو ربان السفينة طبعا يعني اخراجها بامان. الدبلوماسية المصرية كده تبقى محظوظة ان عندهم روائي يجسد اللحظات دي، لانه مش دايما بنشوف اللحظات دي، ومش دايما هم يعني بحكم وظيفتهم بيبقى عندهم القدرة على الكلام والحكي يعلنوا عنها ان هم يقدموا لنا الجانب اللي ما بنشوفوش. لكن دي فرصة الحقيقة ان احنا نحييهم ونشكرهم، لانه انا بحكم السفر وبحكم العمل بختلط بعدد كبير من دبلوماسيين حوالين العالم، هم ابطال حقيقيين وابطال في صمت يعني. فهم محظوظين ان يبقى عندهم روائي بيفصح عما هو مسؤول عنه يعني. حقيقي فعلا يعني. بنحييهم طبعا جميع رجال الدبلوماسية المصرية العظيمة. سعادة السفير المرسي. ايوه فعلا. الشخصيتين الرئيسيين في الرواية سراج ورجاء، كل واحد فيهم محمل بمشاكل نفسية من الطفولة والنشأة، مع اختلاف طبعا الظروف الصعبة. رجاء ظروفها أصعب كتير. لكن مين فيهم تعبك أكتر في الكتابة ويعني أخذ منك وقت ومجهود أكتر؟ والله أكتر واحد تعبني في الكتابة هو علي قطب. لا الحقيقة أنا عايز أقول لك إن أكتر حد تعبني في الكتابة هي الشخصية الإيفوارية اللي في الرواية، اللي هي لويز. دي أكتر شخصية تعبتني. حضورها صغير شوية بالظبط، لأن كان لازم خلال الخمس ست باراجرافات أو الخمس ست مقاطع اللي أنا بتكلم فيهم عن لويز أنقل هذا المشهد المفعم بالأحاسيس والفقر والجمال وجمال الروح وما كنتش عايز أدي لويز أكتر من كده، مع ان يعني لويز كشخصيه ممكن تفرد لها كتير وتكتبي عنها كتير، لكن هو التكثيف يعني يجي في المقام الثاني كصعوبه في الكتابه هي التحدي الشخصي، هو كيفيه تقديم رجاء في الروايه. لان لو تلاحظي في الروايه احنا رجاء ابتدت بسطور قليله ومساحتها كبرت بعدين، فكنت متهيب ان علامات الاستفهام اللي انا بحطها او الاثار اللي انا بحطها او الدلائل اللي انا بحطها على الرجاء من اول الروايه لغايه ما بنوصل نتكلم عليها بشكل واضح انها ما تكونش مفهومه او تثير غضب القارئ. لكن صراحه لما انت قلتي لي ان عجبتك فانا انبسطت جدا بصراحه. هو في نهايه كل فصل في باراجراف صغير يعني سطرين ساعات سطر ونص بيتكلم عن حاجه غامضه احنا لسه مش عارفينها، يعني احنا لسه بنتكلم مثلا هو في فرنسا ومع الطبيب النفسي وكده، وبعدين نلاقي وكانت هي ترعى الغنم في جبال الاطلس، مش هي مين بترعى الغنم؟ ففي تشويق دايما في اخر كل فصل جميل صراحه، ويخلي القارئ عايز يعرف وعايز يكمل قرايه بسرعه. دكتور أسامة،
من ضمن الشخصيات اللي في الرواية حضرتك، الشخصيات بقى الجانبية، مين فيهم اللي حضرتك كنت شايف انك ممكن نديله مساحة اكبر، او يعني كان ممكن لو حضرتك هتكتب تديله مساحة اكبر ونعرف عنه اكتر؟ انا قلت طبعا سعادة السفير انا كنت عايزة اعرف عن مين اكتر، بس احب اعرف رأي حضرتك. يعني انا كانت بالنسبه لي شخصيه الام. شخصيه الام كنت محتاج اعرف عنها اكتر، خاصه هو في الاول حسسها او حسسها كطارق انه هي شخصيه متمرده، هي البنت سابت ابنها، لكن بنكتشف انه الابن هو سبب هروبها في الاساس. اعتقد هو ظلم الام مرتين في الروايه، او شخصيه الام يعني في بلاد جان ظلم الام، وفي منروفيا ظلم الام. يعني اسماء في منروفيا ايضا كانت مظلومه، كانت شخصيه مثيره جدا وليها ابعاد محتاجه شغل كتير. بس طبعا هو خلينا برضو نتكلم كروائيين، انا مش ناقد يعني. في النهايه انت محكوم او الكاتب محكوم بعدد صفحات، ومحكوم اكيد كمان مع دار نشر عندها التزامات وعندها يعني محررين وعندهم عدد صفحات، مش عايز الروايه تتضخم. وكمان الكاتب نفسه بيبقى في بعض الاحيان لابد ان يمارس تقشف في الكتابه، لانه مش عايز النص يطول زياده عن اللزوم. لكن انا بعتقد انه شخصيه الام كانت مثيره جدا بالنسبه لي. الشخصيه الثانيه كانت نوال. كنت محتاج اعرف عن نوال، هذه الشخصيه اللي بتحلم بالتحرر من خلال العبوديه للرجل. دي كانت شخصيه غامضه جدا بالنسبه لي. صحيح. انها تحلم ان رجل يستغلها فيحررها مما هي فيه. دي كانت شخصيه بالنسبه لي غامضه يعني. وبعدين كمان لما تهرب لدبي يعني لا، الشخصيه دي محتاجه افهمها. وبعدين تخضع للقوه وتقهر بهذا الشكل. انا كنت محتاج كمان بعد حادث الاغتصاب من عمر، كنت محتاج اشوف البعد النفسي اكتر في نوال، لانه هذه الشخصيه اللي تعالت عليه في البدايه تكسر بهذه الحده وبهذا العنف. كنت محتاج اشوف نوال في انكسارها بعد ما كانت في تجبرها. سعادة السفير طارق، احنا عايزين نعرف عن أبيجان من حضرتك، يعني تقول لنا احلى حاجه واسوأ حاجه ممكن تكون هناك في البلد نفسها، في البلد بقى من وجهة نظرك. وأسوأ حاجة مش أكتر من الحرب اللي حصل طبعا. طبعا دي كانت أصعب فترة الناس اتفاجئت بيها جوه البيوت بشكل كان عنيف، اللي هي المواجهات ابتدت في العاصمة. أحسن حاجة أبيجان بلد جميلة، فيها بنية تحتية، فيها طبيعة جميلة جدا، يعني مش كل البلاد الأفريقية بالضرورة في التساوي مع أبيجان. وجود جاليات أجنبية بيساعد الدول دي بشكل كبير، في قوة شرائية، بيبقى في مجالات للترفيه، مجالات للخروج، محلات الناس تشتري منها. هي العيشة في أبيجان سهلة لغاية قبل الحرب طبعا، وأوحش حاجة فيها كانت الحرب وتبعاتها بقى من حظر تجول لمصادمات كل فترة لأحداث وفعاليات مختلفة. والجالية المصرية هناك عددها كبير؟ نزاك احنا بنتكلم يعني انا كنت هناك من 2002 ل 2006 كان حوالي 150 واحد. هم كانوا 300 بتاع بدايه الحرب قالوا من بقى عشان يشوف البيزنس او المصلحه بتاعته قعد، والناس اللي كانت تقدر تمشي زي ناس كانت شغاله في بنك التنميه الافريقي، زي ناس كانت شغاله في المؤسسات، مصر الطيران كانت شغاله في وقتها برضه هناك، مشوا وقفلوا المكتب فبتبقى حوالي 150. ممكن اعلق على موضوع الشخصيات؟ هو يعني احب اهايلايت او احط تحت المنظار المكبر كلمه قالها الدكتور اسامه، ان الواحد لازم يتحرى التقشف في الكتابه في احيان كثيره. يعني مثلا حضرتك حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا. انا لما كنت بكتب لنوال انا كتبت لنوال ضعف ما نشر، واضطريت ان انا الغي اجزاء كتيره جدا كتبتها لنوال بالذات، لان لقيت ان نوال بتطغى على رجاء، فاضطريت ان انا اضحي باللي انا كتبته لنوال علشان الشخصيه المحوريه في الروايه تفضل ظاهره ومتالقه. يعني شخصيه الام زي شخصيه ديستان زي شخصيه الاب
اللي هي الشخصيات الشادوي اللي بتبقى في الخلفيه، دورها مؤثر ومحوري، لكن في نفس الوقت ما تطغاش على البطل. ففعلا انت بتبقى عايز تكتب، وفي خط انت شايفه جميل وعايز تكتب فيه، لكن دايما بتحط على نفسك قيود والتقشف ده، بحيث ان انت لا، هي القصه قصه سراج، هي القصه قصه رجاء، دريه بعد كده في مقام لاحق، ولكن بقى بقيه الشخوص زي عمر ونوال ولويز كلها دي بقى شخصيات بقى انت بتبقى نفسك تكتب لها. لكن احمد السعيد كان هيضربني يعني، مش بس اعتقد علي اعتقد ممكن يظهروا في اعمالكم. ممكن يظهروا في اعمالكم. هو حضرتك طبعا التزمت بالخط اللي انت حاطه وافكارك والشخصيات الرئيسيه وعدد الصفحات مناسب جدا، يعني اللي هو القارئ برضو مش بيحب الحاجات الكبيره قوي، فهي كده طالعه متوازنه جدا الحقيقه. حضرتك ما بين الاماكن اللي فيها الروايه القاهره، اسوان، باريس، ابيجان، في وصف للقاهره رائع جدا الحقيقه. القاهره هي هذا العالم المترامي المتناقض، هي هذا المتربص لك كالقرش الشرس بين الأمواج. صحيح ترهبه، لكن لا تملك إلا أن تعجب بكبريائه ووحشيته وعظمة خلقه. القاهرة، إيه الوصف الجميل ده بقى، وحضرتك شايفها إزاي كده وكتبت عنها التوصيف الرائع ده؟ والله يعني اسمحي لي أكمل الفقرة. ممكن. وفي كمان بتاعت الشمس انا معلومه عليها كده. هي الفقره دي انا كاتب فقرتين في الروايه دول عن وجهه نظري في القاهره ومدى حبي ليها يعني. ف زي ما الدكتوره غاده يعني لمحت الفقره، الحقيقه انا سعيد ان انت اخترتيها، لان هي بتقول القاهره هي هذا العالم المترامي المتناقض، هي هذا المتربص لك كالقرش الشره بين الامواج. صحيح ترهبه، لكن لا تملك إلا أن تعجب بكبريائه ووحشيته وعظمة خلقه. لكل مدينة إيقاعا ومذاق ورائحة. المدينة نتاج أفعال القادرين وآمال الحالمين وأثر الغائبين. والقاهرة مخاض مستمر للأحداث والشخوص، في رحمها تشكلت ملامح تاريخ، تفاصيل دول وشعوب، انتصارات وانتكاسات، سطوة حكام وأزلية محكومين، يأوي إليها أو يرحل عنها مهاجر، وتبقى هذه المدينة سجلا لا تنتهي صفحاته أو تنضب محابره. هي الحقيقة أنا كقاهري يعني أنا صحيح يعني القاهرة بالنسبة لي مش مجرد مدينة اتولدت فيها أو نشأت فيها، هي القاهرة حالة غريبة جدا. يعني أنا مثلا كل ما بسافر المدينة الوحيدة اللي بتمنى إن أنا أرجع لها هي القاهرة، وأول ما أرجع لها بقى عايز أخرج منها تاني. يعني علاقة غريبة جدا بين القاهري ومدينة القاهرة، يعني ده علاقة فيها تجمع ما بين المتناقضين، أنت بتحبها بشكل كبير ومتغاظ منها بشكل كبير. يعني أنا بشبه العلاقة ما بين القاهري والقاهرة كده زي علاقة فؤاد المهندس بشويكار، لما بيقول لها قلبي يا غاوي 5 قارات زي القرع تمد البر. فهو بيحبها، لكن دايما باصص للمثال الخارجي، لكن في نفس الوقت كل ما بيشوف حد بيرجع يلاقي نفس هذا الحد موجود عنده هنا. القاهرة فيها عمق ثقافي وتاريخي وحضاري يجعل كل إنسان ينتمي إليها انتماء أقرب إلى الانتماء المرضي. يعني أنت ما تقدرش إن أنت تعيش بره القاهرة كتير، لكن في نفس الوقت أول ما بتيجي عينك على حاجة غلط بتبقى زهقان وعايز تصلح وعايز تكسر. يعني إحساس يعني مختلف متناقض لا يمكن يفسر بعلاقة إنسان يعيش في مكان. هي علاقة شويكار بفؤاد المهندس. يعني أنا بالنسبة لي هي دي القاهرة. هي كتكملة بقى يعني بعدها بكام صفحة بس برضو عجبتني جدا. أول ما يلفت نظره في أي مدينة هو كيف تشرق الشمس عليها، في اعتقاده أن إشراقة الشمس تختلف من مكان لآخر حول العالم. الشمس تتماهى مع طبائع الأماكن التي تدور حولها على مدار اليوم، فهي حكيمة حاكمة في مصر، عجوز وادعة في أوروبا، وشابة لعوب هنا.
جميل جدا. انا بشوف يعني بسافر بره بلاقي الشمس شكلها مختلف، بس هو انا ببص لها من ناحيه فيزيائيه بحته، اللي هو يعني احنا قريبين دكتورة من بقى. اي مدار وكده، لكن حضرتك هنا رابطها بابعاد اخرى نفسيه. دكتور اسامه، في نص صفحه بالظبط في الروايه بس انا توقفت عندها جدا، وهي القصه الاسطوريه بتاعت نعمات، رائعة جدا حقيقة، وهي دلالة على كل بقى النساء في الرواية. فلو حضرتك تكلمنا عنها لو كنت يعني لفتت نظرك أكيد. طبعا هي لفتت نظري، والحقيقه البعد الاسطوري مهم، ويمكن كمان المزج مع اسطوره اوديسيوس كمان في بعض الاحيان في الأول ده بيدي كمان بعد ملحمي للشخصيه، يعني فكره الترحال وركوب البحار والمزج مع اوديسيوس، يعني لا حلوه، يعني في شغل. خليني اقول لك انه يعني هاخد بس سنه عن السؤال. اتفضل. ان انا عشان قريت الروايتين انا حاسس انه الروائي في الروايه الثانيه بيلعب بادواته، تمكن، زادت رهبه النص الاول، وبدا يستخدم الادوات بمهاره، كانه بيغزل نسيج مش بيكتب عمل. وانا اعتقد ان ده اجمل ما في العمل الروائي، انه يبقى عامل اشبه بالسجاده، كل غرزه فيه كل خيط فيه بيؤدي في النهايه الى مشهد هيكتمل مع اكتمال اللوحه النهائيه. فانا اعتقد انه الروايه هنا كان فيها هذا الجزء، وهو كان يعني اشعر ان هو كان مستمتع بما يفعل، يعني بالذات في النص ده كان حابب اللي هو بيعمله، فيمزج بالاسطوره، وزي ما حضرتك اشرتي فكره العبارات المتناثره على صفحات الروايه، لا ده حد بيلاعب القلم، بالظبط، يعني يرميله ادله علشان يفضل طول الوقت ماشي ورا الخيط ده لحد ما نكتشف في النهايه انه البطله اللي هتظهر في الثلث الاخير من الروايه هي دي اللي كانت معانا من البدايه اول مش عارفين. فدي اعتقد حاجه مهمه جدا. نقطه كمان حضرتك اشرتي اليها واحييك عليها، اللغه الشعريه. وده عنصر مشترك في المشروع الروائي بقى، اذا جاز تعبير، ما اعرفش طبعا يجوز لينا ان احنا بنطلق عليه مشروع، لكن هي على الاقل بدايه مشروع روائي، لانه سمات الكاتب بتبدا تظهر مع العمل الثاني او الثالث. انا بعتقد اللغه الشعريه مهمه جدا، يعني انا بتوقف امام جمل قد تبدو صغيره للغايه لكنها كاشفه جدا في بعض الشخصيات. يعني على سبيل المثال لما يجي يتكلم مع رجاء فتقول له انا لم التقي رجالا في حياتي، مع انها انا اسف هي عاهره، صناعتها اصلا روايه الرجال، لكن تعريف الرجل بالنسبه لها هو ايه؟ هي بتقول انا لم التقي رجالا في حياتي. جمله تبدو صغيره لكن كاشفه للبعد النفسي اللي موجود في شخصيتها. مثلا حضرتك اشرت الى بعض المقاطع، يعني انا برضو توقفت امام بعض المقاطع، مثلا في حوار نفسي مع سراج بيقول، هو بيتكلم ان هو يعني لم يمس رجاء في لقائهم الاول، يقول وكيف اضاجع من بها كل هذا الحزن. يعني هنا تعبير حتى، لا احنا بنتكلم على حد بعيد تماما عن فكره الجانب الحسي. نتوقف مثلا امام جمله ثانيه، قلنا انا لم اقابل رجالا في حياتي، مثلا درية لم تكن مجرد امرأة، بل كانت المنطق الذي أحيا به، إجابة لأسئلة لا أستطيع حتى الآن أن أسألها، أو لا أستطيع حتى أن أسألها الآن. وكأن الحبيبة اللي بيبحث عندها عن الإجابات تحولت إلى سؤال. وهنا بقى يبدو البعد الفلسفي في كتابة الرواية واللغة الشاعرية، إنه التعبير بالنسبه له مش مجرد تعبير وظيفي، او اللغه لغه وظيفيه بيلقي في جمال في التعبير، في جمال وجمال متعمد. يعني احيانا بتغلب بحس ببعض العبارات انه متعمد استعراض هذه اللغه، ودي حاجه انا بحبها جدا. يعني بعض الناس او بعض النقاد يقول لك لا وده تزايد في النص، انا بستمتع. الروايه هي اداه متعه، واللغه عنصر من عناصر المتعه في القراءه. فبالتالي انا بعتقد انه اللغه الشعريه هنا من اللغات او من الادوات المهمه اللي الحقيقه الكاتب اجاد في توظيفها. جمل وهو عنده الجمله القصيره في كتير من الحوارات، عشان كده كنت بتكلم على الاستبطان الداخلي، على المحاورات النفسيه. اعتقد انه الاستاذ احمد لو كتب ده
ترك لنفسه العنان لاستخدام هذا التكنيك، هنجد نص مختلف تماما، لانه بيجيد هذه اللغه ويجيد التعبير بيها. فانا اعتقد ان دي برضه من الحاجات المهمه جدا. اعتقد انه توظيف الاسطوره كان جيد وما كانش مقحم، يعني ما حسيتوش مقحم على الروايه، بالعكس حسيته بسيط. لكن انا حسيته كتقدمه لشخصيه رجاء اللي هي ظهرت بعد كده، وبعد ما خلصت الروايه رجعت تاني افكر، لقيت لا، ان هو من الاول كل الشخصيات النسائيه وكانها هي نعمات فعلا بشكل او اخر. في النهايه هو كمان بيلخص، هو بينتصر بالمناسبه لجوهر الانسان وليس مظهره. يعني شوفي، هو مثلا بيبرئ رجاء، يعني حتى هذه الشخصيه اللي ممكن المجتمع يدينها او ممكن الفكر التقليدي يدينها، هو بينتصر بيها وبيقول لنا انه ما الشخصيه اللي احنا شايفينها ليست سوى الستار اللي هي اختبأت فيه، بينما هي عايشه، هي الفتاه اللي بترعى الماعز في المغرب، هي ما اتغيرتش، هي ما زالت هي هذه الفتاه ولم تخرج من هذا، هي شايفه نفسها كده. بينما هذا الجسد اللي بيباع ويشترى ليس سوى ستار، هي مختفيه وراءه. وحتى هي بتقول له انه في النهايه انا يعني ياخدوا الجسد، لكن في النهايه انا مش موجوده، انا روحي موجوده في وراء العنزات في المغرب، بتحن الى ادم ابنها اللي هي اصلا عملت كل ده علشان ترعى. وحتى هو لما عرف طبيعه الشركه اللي بيشتغل فيها، هو في الاخر بيقول انا ببيع الضمير وهي بتبيع الجسد، يعني هو خلاص انا بالظبط، يعني احنا زي بعض. انا اعتقد ان عشان كده هو بينتصر للقيمه الاخلاقيه في النص، ما بيجريش وراء المظهر. وانا بعتقد ان هي دي قيمه الادب، انه الادب لا يجري وراء المظاهر، لا يجري وراء القوالب الجامده اللي ممكن المجتمع ينظر اليها. اعتقد ان قيمه الادب هي اكتشاف ما وراء النص، ما وراء الشكل التقليدي، ما وراء الصور الذهنيه التقليديه اللي بيتم ترويجها. فانا بعتقد ان دي قيمه مهمه من قيم الادب، والحقيقه هو انتصر ليها في الروايه، وانتصر ليها كمان في شخصيه رحمه في مونروفيا. وخلي بالك بقى هنا الاسماء، خليني اقول لك بقى سؤال يعني نتوقف عن الدلاله المعنويه، دلاله المعنى للاسماء، رجاء ورحمه. يعني الاثنين هنا اختياراته للاسماء انا اعتقد حتى ولم يكن متعمدا، لكنها بتنم عن اختيار لا شعوري. فكره رحمه المفتقده في عالم الصراعات الاهليه والحروب، ورجاء هنا في عالم البحث عن الحب وعالم البحث عن السلام. فاختياراته لاسماء البطلات انا بعتقد انه كان موفق جدا، حتى لو ما اعرفش بقى هو طبعا متعمد ده ولا مش متعمد. وحتى سراج برضه انا شفت فيه نفس الرمزيه دي، منير. تعقيبا على كلام حضرتك، الاسلوب الشعري جميل حقيقه. انا من اول ما قريت مونروفيا وانا كنت يعني مستغربه ان ده اول عمل روائي له وبهذه اللغه الابداعيه الجميله. وهنا الاهداء توقفت عنده لانه جميل جدا. الاهداء بتاع الروايه: الى خيط نور في ظلماء عمره اليه رنا، اللي هو يعني حاجه جميله جدا الحقيقه. فالسؤال لحضرتك بقى سعاده السفير، احنا او انا يعني بلاش نقول احنا، او قطاع كبير من الناس ممكن يشوف السفير حد دبلوماسي بيلتزم بالقوانين والبروتوكول وحد جد جدا، يخرج منه بقى كل هذا الجمال الشاعري وكل هذا الابداع. فالحياه الدبلوماسيه شايفها جديه ولا بيخرج منها ايضا ابداعات ومشاعر بتكون مختفيه ورا الستار اللي بنشوفه قدامنا؟ ما تقدريش تقولي حضرتك ان في نمط ثابت، بس بالنسبه لاحمد طبعا هي احيت فيه مشاعر كتيره. يعني بالنسبه لنا احنا طبعا كلنا بنعبر عنها بطرق مختلفه، لكن احمد بيعبر عنها بالكتابه، احنا بنعبر عنها كمكون من خبرات حياه بنتذكره ونتالم له وبنسعد به بشكل او باخر. انما طبعا احمد هو من زمان يعني حتى هو هناك كان كاتب قصيده شعريه، كان يعني انا ما بحبش دايما بيضغط عليا عشان اقراه. 25 سنه بحاول اخليه يقرا. 25 يعني اختلافات فرديه اكثر منها كيفيه التعبير عن الخبرات. انما هي طبعا الدبلوماسي بشكل عام وناس كتير يمكن ما تعرفش ده، احنا لينا مهام كتير. يعني هي
قصه مش قصه بالنسبه للدبلوماسي، بالنسبه للمواطن المصري هو اللي هيدي القنصليه او اللي هيدي التاشيره في السفاره او اللي هيصدع على الورق. ده جزء اساسي والمكون الحيوي لازم يبقى في وزاره الخارجيه، عشان كده دلوقتي بقى وزاره الخارجيه والهجره والمصريين في الخارج، لان احنا عندنا الادوات لده. انما هو الدبلوماسي عنده وظيفه تمثيليه دي انه بيمثل البلد باشكال مختلفه ومكتوب في احجام مختلفه، وعنده انه بيبعت معلومات لبلده طرق مشروع طبعا، نطلق عليه طرق مشروع، ونقدر ان احنا نعرف عنه حاجات كتير خلينا نختلط في فئات في المجتمع في بعض الاوقات مش المفروض نختلط بيها. فكل دبلوماسي يعني بعيدا عن المظهر الخارجي في حاجه داخليه بتحركه وبتخليه يعمل شغله على احسن حال وبتوجهه في الاساس. يعني احنا دايما نعرفه هو صحفي لا ينشر. صحفي لا ينشر. صح. طيب انا لسه عندي اسئله تانية بس حابه اخد اسئله حضراتكم ونرجع نكمل. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو ده شغال؟ عبد اللطيف قاعد يذاكر يعني. أحمد سعيد رئيس تنفيذي لبيت الحكمة. يعني أنا سعيد بحضور حضراتكم بأن الرواية بتناقش النهارده في المعرض. دايما لما بحضر حاجة الأستاذ أحمد فريد بيبقى عندي نفس المشكلة اللي بقولها كل مرة، إن أنا عايز أوصل كناشر بكونك سفير وكونك رواية عشان ما يعملناش مشاكل وإحنا بنبيع الكتاب. الحقيقة إن أنا كناشر عرفت المؤلف بتاع رواية مندروفيا سفير لما حضرت المناقشة بتاعت الرواية لأول مرة في النادي الدبلوماسي. فالمرحلة الأولى نزين خيري شلبي رشح العمل لأنه كان مشارك في جائزة خيري شلبي، وبعت لنا المسودة لحد ما طلعنا الرواية. احنا يعني ما سألناش المؤلف بيشتغل كده، احنا يعني فارق لنا قوي ان احنا بنتعامل مع تجربة روائية واضح جدا للكتابة ان في مشروع واحنا حابين. كنا لسه بنبدأ كمان ننشر بالعربي بعد ما انتقلنا من النشر للترجمات الصينية، ان يبقى في كتاب بنكبر معاهم وبنمشي معاهم في مشروع روائي، وده ظهر لما طلعت بلاد جان. فأنا شايف إن الموضوع إن الروائي ده سفير بيظلم الرواية شوية. أتمنى دايما يتقال إن أحمد فريد البوسي ده في حتتنا يعني الروائي. بشكر حضرتك على اللي أنت بتقدمه لبيت الحكمة، وعلى إن الشراكة قائمة على كمان تفهمك للملاحظات اللي إحنا دايما بنديها في التحرير. أنا عارف إن علي متعب قوي في الحتة دي. تحت السيطرة. علي تحت السيطرة. تحت السيطرة. كمان الكتابة عن أفريقيا في الكتاب العربي قليلة قوي. أنا مقتنع إن الأدب يجب أن لا يحمل بمهام أكتر من إنه نوع من أنواع الفنون الممتعة. عشان أديله صبغة سياسية أو صبغة اجتماعية، هو في حالته بيكون تجسيد أو إعادة بناء لتصور معين. بس الكتابة عن أفريقيا ناقصة قوي في الحتة دي. فده بيدينا كمان نوع من الريادة اللي دايما مصر متعودة عليها. وأنا دايما بحس في الكتابة بحتة الحس الوطني اللي ما بنحاولش نبينها قوي، بس دايما باينة إن الوعي بالأهمية المصرية والريادة المصرية في أفريقيا واضح قوي، وده كمان بيفرق معانا قوي في الشغل. أنا بشكر حضرتك مرة تانية وسعداء، وأتمنى إن المشروع ده يفضل يكمل ليه روايات كتير بعد كده إن شاء الله. حقيقي هو الكتابة عن أفريقيا قليلة جدا، فيعني أنا ما صادفتش أعتقد حاجة زي دي. فحضرتك فعلا يعني بنشكرك إنك بتدينا جرعة أدبية جميلة ومشوقة وممتعة مع معلومات عن هذه القارة اللي للأسف كتير مننا لا يعلم عنها شيء. أنا بشكركم. اتفضل. مساء الخير، أنا عمرو البوليس مدير بيت الحكمة. مش هضيف عن الكلام اللي قاله دكتور أحمد، لكن عندي سؤال فني جدا للأستاذ أحمد فريد. احنا لسه من شهر تقريبا كنا بنناقش رواية مندروفيا في بيت الحكمة، رغم ان رواية مندروفيا صدرت السنة اللي فاتت، ودلوقتي بنناقش بلاد جان. الجزئية اللي عايز اسأل عنها اللغة الشعرية اللي بتجمع ما بين العملين سواء مندروفيا او بلاد جان هي لغة شاعرية جدا. لغة يمكن أجواءها صامتة أو ساكنة أو يعني الطريقة دي أو الأسلوب ده، هل ده أسلوب
أسلوب الكاتب أحمد فريد المرسي ولا أسلوب مرتبط بأجواء الرواية في أفريقيا؟ هذه اللغة الساكنة أو هذه الشعرية، هل الكاتب متأثر بطريقة الحياة في أفريقيا فانعكس على العمل، ولا دي طريقة الكاتب نفسه؟ ده لأن ده الرابط المشترك ما بين الروايتين. سؤال حلو. أولا أنا